شيف يوسف، أنا تشرفت فيك. مرحبا بك. الله يخليك، أنا أول مرة بمراكش وأول مطعم في مراكش عم زوره هو دوار. مرحبا بك عندنا في الدوار. الله يخليك. تشرفنا باللقاء ديالك هنايا انت والستاف ديالك، ونتمنوا ان شاء الله الاكسبيريونس تدوز مزيانه هنايا. الله يسلمك. يعجبكم وكلشي يدوز مزيان. الله يسلمك. شو بيميز الدوار؟ الدوار ديالنا هنا عندنا الاكل التقليدي 100%. كنقولوا حنا سي اون كويزين اوبليي. الاطباق اللي كنخدموهم حنايا هنايا في الريستورون ديالنا الدوار هو اطباق اللي الناس نساوهم، يعني الوصفات تنساو باقيين غير عند الجدود ديالنا. يعني الجدة ديالنا كيف كانت تطبخ، كيف كانت نعم، لانه التكنيك باش كنخدموا حنايا كنخدموا بالتكنيك القدام. طرق الطبخ قديمه جدا هما اللي كيخليو الاطباق ديالنا يكونوا متميزين. شو بيتميز الدوار أكثر شيء؟ شو الأطباق يعني إذا بدنا نسمي 3 أطباق اليوم هي التوب 3 عندكم، شو بتكون؟ الاولى كاين عندنا الشيوات، سلطه صغيورين. كيجي عندنا لو كليون كيذوق من كل شيء. عندنا الطنجيه، وعندنا الباليلي، وعندنا الجبن كلوبان. حلو. فاجئني بطاولة على ذوقك وتكون هيك حلوة وطيبة. انا غنفاجئ. فاجئني خلص. فاجئك مزيان ان شاء الله. شيف الله يخليك شيف يوسف، شكرا جزيلا ويعطيك الصحة. ويلا انا جعت. مرحبا بك، وان شاء الله غنعاود ندوز لعندك نشوف الا عجبك الاكل تقولها لي، اكيد ما عجبكش غادي تقولها لي. افيك بليزير. اكيد صافي. اكيد. شكرا، شرفنا يعطيك بك. الصحة. مرحبا بك. الله يخليك. مرحبا بك. شكرا. يعني الفيو مباشرة على ام افنيو، بتشوف نص مراكش كلها من هون. نحن زيتون متبل، زيتون متبل مع زيت زيتون مع خبز نعمله احنا هنا في المطعم. اوكي. هوم ميد. في طريقة معينة بنشيل الزيت بنحط بالزيت وهيك؟ شويه خبز مع الزيت زيتون، وشويه تاع الزيتون، خلاص. في شويه الهريسه. الفرق بين الخبز؟ هذا كامل. بالنسبه لهذا احنا كنقولوا البطبوط. بطبوط بعرفه. اكثر شعبيه. انا بعرف البطبوط. هذا خبز ابيض عادي. اوكي نبلش بالبطبوط. مرحبا. يلا صحه والعافيه. شكرا. خبز البطبوط المغربي مع زيت الزيتون وزيتون متبل. هذا المنيو تاع المشروبات حقنا. بالنسبه للمشروبات، بالنسبه لهذو الموكتيلز، بالنسبه للاسماء احنا عاملينهم زي الاسماء نتاع الاحياء نتاع المدينه العتيقه في مراكش، زي القصيبه، المشور، دار الباشا، الرحبه، الباهيه، التهيه، الملاح. هذو جميعهم الازقه نتاع مراكش نتاع المدينه القديمه اللي هما اللي عندهم تاريخ وعندهم. شو البيست سيلر عندكم؟ البيست سيلر هو دار الباشا. دار الباشا اللي يكون فيه افوكادو، فراوله بنان واورانج وموز مع ليمون. هذا هو البيست سيلر. يلا دار الباشا. مرحبا بك. شكرا. 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 عندنا هنا السلطات المغربيه التقليديه. هادو اللي يكونوا في اي بيت مغربي تلقاهم قبل الاكل. بالنسبه لهادو حنا اللي مشهورين بهم البيست سيلر عندنا. هاي كبده نو؟ هذه كبده. بالنسبه للسيليكشن تيكونوا 6 باردين و2 حارين. اوكي. بالنسبه ل2 حارين عندنا كبده، وهذا مخ الخروف. مخ الخروف. مخ الخروف على الطريقه المغربيه التقليديه. نحن طماطم، حامض، ثوم. وهادو بالنسبه للسكس كولد، هادو 6 باردين تكون فيهم سلطه مغربيه تقليديه، يكون فيها طماطم، خيار. وهذا اللي احنا مشهورين به هو القرع معسل. كرع مع العسل. مع العسل. عندنا هنا الطون، هذا الطون الحرور اللي هو الهيستوريكال التاريخ المغربي، في طون مع هريسه مغربيه. اوكي. حر كثير ولا شويه؟ لا مش كثير، شويه. اوكي. عندنا هنا الكينوا. كينوا مع سردين مدخن، مع سموكت سردينز. عندنا هنا التكتوكه، واحده من السلطات البازيك هنا في المغرب، اللي هو الميكس فلافل. تكون طيبه مع طماطم، مع صلصه طماطم. ميكس فلافل؟ ميكس فلافل. يعني الفلافل عندكم هو حمص ولا فول؟ لا، فلافل اللي هو البيبرز. البيبرز تبع الفلافل. الفلفل. اوكي. تكون طيبه. وهنا عندنا خيار مع زعتر مع ليمون. خيار وزعتر وليمون مع ليمون. اوكي. بالصحه والعافيه. شكرا جزيلا. بالصحه والراحه. شكرا. يلا انا رح بلش بالسوداء. خليهم
كيف البهار اللي بتحطه بيغير كل الطعم. واحد يعني معودين على الكبده بطريقه ثانيه بلبنان. طعمة الكزبره موجوده. هيدا تون مع حر مع شويه هريسه، هريسه مغربيه، قال لي ما كثير حره. لنشوف اذا صح. بلا خبز، خفف شوي. لا منه حر، انه حر شوي بلا حر. بس طعمة الصوص تومات فيه كتير طيب. صوص تومات. قلت لي هيدا القرع مع العسل. هذا قرع مع العسل. هيدا القرع مع العسل مع الخبز بطبوط مع البطبوط. طعمة مميزة ما كتير نحن معودين عليها بلاد الشرق، لأنه هون عم نخلط دايما الساليه مع السكري، حلو مالح مع بعضه. هيدا الشيء بيميز كتير المطبخ المغربي، خاصة العسل. العسل مكون أساسي بفوت بكتير طبخات مغربية. يعني بنشوف إنه في كتير دجاج بحطوا معه عسل، يمكن مع البرقوق أمرار بحطوا عسل، مصلحولة بحطوا كتير محلات. بس قرع مع عسل جديدة مميزة. طيب يعني هيدي الميزة المغربية، وهيدا مخ الخروف. نحن بنقول لهم خاعات. صلصة طماطم، توم، معناتها طعمي انا رح احبها، انا كمكونات بحبها، بس مع هيدا الشيء انا مش مجربها ولا مرة. يلا نحط معها خبز على المزبوط يا اشرف. وهيدا مخ الخروف. هيدا مخ الخروف مع صوص طماط وشوية توم. دايب دايب ودوبني كثير حلو. هيدا مميز. هيدا سوبر ستار المحل. طاجين، هذا نقول احنا البرانيه. هذا طاجين تاع الفراخ مع الايج بلانت مع الباذنجان. الباذنجان تكون على طريقه الزعلوك، على الطريقه المغربيه. الدجاج مع الباذنجان على الطريقه المغربيه. على الطريقه المغربيه، ما احنا نقول لها التغميره مع المرق. هذا من الاطباق المنسيه، ما تجدوش في كاع المطاعم. احنا سبيسياليتي تاعنا هما هذو الاطباق المنسيه في التراث المغربي. حلو. شو البهارات الاساسيه اللي بقلب؟ البهارات يكون فيه توا ثوم، ربيع، زعفران، مصير اللي هو الحامض. حلو. كمان طريقه بالخبز؟ ضروري بالخبز. بنشك عليه دغري هيك. وهذا الطبق الثاني اللي هو نقول له احنا بركوكش اللي هو هذا بين مروكن باستا، اللي هو تكون زي حب نتاع الكسكس بس تكون كبيره زي الارز وتكون على شكل دائري. حلو. اوكي. هذا هو من الاطباق المنسيه في ثقافتنا المغربيه. اول مره نسمع فيها. هذا بركوكش. اييه، هذا تكون بطماطم مع صلصه طماطم، وتكون مع البيك شريمب اللي هو ريدس. الروبيان. ريدس مع مثل الباستا يعني. اوكي. مروكن باستا بالطوميتو مع الروبيان على الطريقه المغربيه. بالصحه والعافيه. شكرا. بالصحه والراحه. هيدا البرانيه بلبنان يعني بران، بس نحن هون هلا بقلب مراكش، بالقلب يعني. طيب قال لي هيدا دجاج باذنجان. قالوا لي اهم شيء الطريقه تكون هيك. ناخد هيك نشك عليها من هون، ناخد شويه دجاج، ناخد زوم ويلا. في طعمة الحامض المجفف.
هذا بينحط بالطاجين الدجاج، طاجين الدجاج صح، والزيتون الزيتون مع الصوص مع الباذنجان. اعتذر على قساوة المشهد، اعتذر على قساوة المشهد. هاي البرانية، برانية. هيدا طبق من وجدة شرق المغرب، عم ناكله بمراكش عند الدوار. جزء من الباستا المغربية مع القريدس، صوص طماط، شوية بقدونس والعنده. حتى في المطاعم المغربية في أوروبا مش موجودة، مع إنه طعمة الباستا مع الصوص طماط صح والعافية. مخيفة. هاد الأطباق كانوا يعملوهم أجدادنا من قبل. هذه لازم نرجع نحييها، كثير طيبة. حلو حلو التجربة. يعني معقولة نجي على مراكش وما ناكل طنجية؟ طنجية مراكشية أصلية بقلب مراكش، بنص مراكش عند الدوار. يلا ريحة اللحم بتدوب، ويلك على ريحة اللحم، دايب ذوبان. قالوا لي معه فاصوليا وزيت زيتون، دغري هيك. زيت الزيتون رائع، على نار خفيفة عم تدلع اللحمة لمدة 4 ل 5 ساعات، عم بتدوب وعم بتدوبنا معها. هيدي اللحمة اللي هيك، شوفوا 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 الجمال، شوفوا الجمال. هيدي حرام تتك، هي بتتصور معها. يا سلام على مراكش. هيدي البسطيلة بالحوت. شوفوا السعادة على وجهي. طعمة الحر الخفيف يلي بيلدع هون شوي بس تبلع، رائع جدا عن جد. لا أنا رح أطلب لجوء بالمغرب خلص. وعندنا هنا هذا معشوق الجماهير، معشوق الجماهير اللي هو جبان كلوبان. كي. هذا تراديشنال مورينغ ماروكان. مرنج. ويلا هيك جبان كلوبان، أول مرة بحياتي بسمع فيها. مع الإجاز هيك. يلا